وصلت الطفلة السورية شام وشقيقها عمر إلى الإمارات أبوظبي لتلقي العلاج اللازم، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتوفير العلاج والرعاية للمصابين ذوي الحالات الحرجة الذين تضرروا جراء الزلزال المدمر في سوريا وتركيا. وشكل الهلال الأحمر الإماراتي بالتعاون مع مستشفى برجيل فريق طبي متخصص للطفلة السورية شام وشقيقها عمر لتوفير العلاج لهما في مدينة برجيل الطبية. وتصدر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي إنقاذ شام، وظهرت فيه من تحت الأنقاض تتحدث مع ناصر من فرق الأنقاذ تطلب الماء. وبعد نقلت الطفلة السورية شام الشيخ محمد وشقيقها إلى الإمارات أبوظبي الثلاثاء لتلقي العلاج من متلازمة هرس الأطراف التي أصابتها من الزلزال الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا. وبحسب الأخبار الواردة من عائلة شام في أبوظبي، تم بتر الطرفين السفليين من أسفل الركبتين لشام